أكوام من بقايا أفرشة وأحذية. هذا ما تبقى من مخيمات وسط بساتين الزيتون كانت تأوي آلاف المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوبي الصحراء في منطقتي العامرة وجبليان وسط شرق تونس. الهدف الأولاني اللي هو إزالة المخيمات العشوائية اللي صارت تحت إطار قانوني أمني وكذلك ذات بعد إنساني اجتماعي، اللي تم فيه إزالة كامل المخيم اللي موجود في التاتنة على مستوى كيلومتر 24، اللي هو يعتبر من أكبر المخيمات اللي موجودة، تقريبا فيهم 4000 شخص من أفارقة جنوب الصحراء من مختلف الجنسيات. منظمات حقوقية نددت بظروف تفكيك هذه المخيمات، فيما يبقى مصير أكثر من 4000 مهاجر مجهولا. وللإجابة عن مصير هؤلاء أفاد مسؤولون أن بعضهم تفرق في البرية، فيما أبدى آخرون رغبتهم بالعودة إلى بلدانهم. وفي نهاية آذار مارس الماضي دعا رئيس قيس سعيد المنظمة الدولية للهجرة إلى تكثيف جهودها من أجل ضمان العودة الطوعية للمهاجرين. وتعتبر تونس نقطة عبور رئيسية لآلاف المهاجرين واللاجئين من أفريقيا جنوبي الصحراء الراغبين في الوصول إلى الساحل الإيطالي.